في الفيديو ده هنتكلم عن صفات لازم تكون عندك عشان تدخل كليات الفنون، فنون تطبيقية، فنون جميلة، وفنون جميلة عموما. آخر واحدة بيجي عليها أسئلة كتير وأعتقد هي الأهم، فتأكد إنك مكمل الفيديو للآخر. أول حاجة هي إنك تكون ناجح في امتحان القدرات. ممكن تنجح في الامتحان ده عن طريق كورس، والكورس ده ممكن تلاقيه اونلاين زي اللي موجود على يوتيوب، وممكن تشوف الكورس الملخص اللي احنا عملناه، الرابط بتاعه هيظهر لك فوق وبرضه هتلاقيه في وصف الفيديو. ولو حابب تنزل مكان وتاخد الكورس مدفوع، فاحنا موجودين السنة دي في دمياط. ممكن تبعت لي على انستجرام ونتناقش في التفاصيل اكتر، وممكن برضه تسجل بشكل مجاني من الرابط اللي موجود في وصف الفيديو. تاني حاجة انك تكون جايب مجموع الكلية في ثانوية عامة. فنون تطبيقية بتقبل من علمي، علوم ورياضة. فنون جميلة بتقبل من كل الشعب، علمي وأدبي. أما فنون جميلة عمارة فهي بتقبل من علم رياضة بس. لو عاوز تعرف التنسيق وكل كلية بتقبل من كام بالظبط، ممكن تشوف الفيديو اللي احنا عملناه، وهتلاقي برضو فيه كل التفاصيل عن امتحان القدرات والأسئلة اللي بتكون موجودة فيه. تالت حاجة بقى هي انك تكون شخص عملي. الكليات دي وتحديدا كلية فنون تطبيقية بتكون ميكس بين الفن والهندسة، فمحتاج تكون شخص عملي وبتشتغل بإيدك أغلب الوقت، وده بالنسبة لي الحقيقة ممتع جدا. التفكير الإبداعي والابتكار هو جزء أساسي ومهم في وجودك هنا، وده بالنسبة لي الحقيقة إيجابي جدا، لأنه في المقابل بيكون الاهتمام بالنظري أقل شوية، وبيكون الموضوع موزون بين النظري والعملي. اعلان سريع ومهم: لو انت محتاج تاخد كورس القدرات اللي هيساعدك تتقبل باذن الله في كليات الفنون، هتلاقي رابط تسجيل معانا في الكورس في وصف الفيديو. تسجيل مجاني وسهل، سجل وهنتواصل معاك باذن الله، او ابعت لي على انستجرام واعرفك كل التفاصيل. اخر حاجه بقى وهي الاهم، وحابب ان انا ااكد عليها تماما: مش لازم تكون بتعرف ترسم خالص، مش لازم الحقيقه. مش شرط تكون موهوب بالفطرة وبتعرف ترسم. الموهبة دي ممكن نكتسبها بالوقت وبالممارسة. وانا لما دخلت الكلية ما كنتش بعرف امسك قلم وارسم، بس كنت بعرف اعمل لايك على الفيديو، سبسكرايب، عشان في فيديوز هتنزل ليها علاقة بكليات الفنون والمجال الفني. عاوز اقولك ان الكلية مش بتعتمد على الرسم بشكل اساسي، ولكن بيكون الاعتماد فيها اكتر على التصميم، واللي هو بدوره بيركز على التفكير الإبداعي والتعبير. ولو عاوز تعرف أكتر إيه الفرق بين إنك تكون مصمم وإنك تكون فنان أو إنك تكون مهندس، ممكن تشوف الفيديو اللي إحنا عملناه. فنون جميلة ممكن يكون الرسم فيها أهم شوية، فلو أنت موهوب ده شيء جميل جدا، محتاج تطور موهبتك وتتعلم أكتر. ولو أنت زي كده ما تعرفش أي حاجة عن الرسم، فطبيعي إنك هتتعلم بالوقت وبالممارسة. مطلوب منك بس دلوقتي انك تنجح في امتحان القدرات وتدخل الكلية، بعد كده هتتعلم بالوقت. المهم دلوقتي التركيز يكون على أسئلة الامتحان، تعرف ايه اللي مطلوب منك بالظبط وتتمرن عليه وتنجح بإذن الله. وممكن لو عندك اي سؤال تكتبه في التعليقات، وان شاء الله هعمل فيديو اجمع فيه كل الأسئلة واجاوب عليها. طيب ايه اقسام فنون تطبيقيه؟ فنون تطبيقيه عباره عن 14 قسم موجودين في الكليه الام في حلوان، وانا قسمتهم على حسب ارتباطهم ببعض بشكل ما. اولا عندنا اقسام المنسوجات، وهم قسم الغزل والنسيج، وقسم طباعه المنسوجات والصباغه والتجهيز، وهم دول القسمين الوحيدين في الكليه اللي تابعين لنقابه المهندسين. والقسم الثالث هو قسم الملابس الجاهزة أو الفاشن ديزاين. بعد كده أقسام الميديا، وهو قسم الدعاية والإعلان أو الجرافيك، وقسم السينما والتصوير والتلفزيون، وممكن برضو ندخل معاهم قسم الطباعة والنشر والتغليف. وبعد كده عندنا الأقسام التشكيلية، وهو قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم، وقسم الخزف، وقسم الزجاج، وممكن برضو ندخل معاهم قسم المعادن والحلي. والقسم رقم 11 هو التصميم الصناعي، وقسم تصميم الأثاث المعدني والإنشاءات، وقسم التصميم الداخلي والأثاث أو اللي هو ديكور. وفاضل قسم واحد بس معانا وهو قسم الزخرفة. وكده انتهت أقسام فنون تطبيقية، وطبعا موجود منهم بس 9 أقسام في فنون تطبيقية دمياط، و8 أقسام في فنون بنها. وأغلب الكليات والمعاهد الخاصة بيكون تقسيمة الأقسام مختلفة شوية عن التقسيمة الطبيعية. أما ال 14 قسم فهم موجودين بس
في الكليه الام في حلوان. لو حابب نتكلم اكتر عن كل قسم وايه مجالات العمل اللي هو بيشتغل فيها ونتكلم في تفاصيل اكتر، عرفني في التعليقات وان شاء الله نعمل فيديو تفصيلي عن كل قسم. بعد كده نروح لكليه الفنون الجميله. طيب ايه اقسام فنون جميله؟ الموضوع هنا مختلف شويه. فنون جميله بتتقسم 3 أقسام، وكل قسم بيكون جواه أقسام تانية أو شعب داخلية. وال3 أقسام الأساسية هما فنون جميلة ديكور، وفنون جميلة عمارة، وفنون جميلة فنون. وقسم الديكور بيكون فيه شعبتين، شعبة عمارة داخلية وشعبة الفنون التعبيرية. أما قسم عمارة فهو بيكون البديل الأمثل لكلية هندسه، وطبعا بيقبل من علم رياضه بس، بحيث ان انت لو ما جبتش مجموع هندسه فانت ممكن تدخل فنون جميله عماره، وهو القسم الوحيد اللي بيكون تابع لنقابه المهندسين. اما القسم الثالث بقى وهو قسم فنون بيتقسم ل3 شعب، هي شعبه نحت وشعبه تصوير وشعبه جرافيك. وكل شعبه من الشعب دي فيها تفرعات برضه، يعني شعبه نحت ممكن يكون فيها تخصص بارز او تخصص ميداني. اما بالنسبه لشعبة التصوير فهو مش المقصود منه التصوير الديجيتال يعني، لا هو التصوير في الاساس بتاعه اللي بدأ فيه اللي هو الرسم. فعندنا برضو تخصصين جوه الشعبة، وهو تخصص التصوير الزيتي وتخصص الجداريات. وبالنسبه لشعبة جرافيك فهو برضو بيتقسم الى رسوم متحركه وفن الكتاب. وطبعا زي ما قلنا فنون جميله عماره بتقبل من علم رياضه بس. طيب ممكن كورس قدرات ده تاخده اونلاين في يوتيوب، مليان فيديوهات كتير، وممكن تشوف الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده عن الموضوع ده، هتظهر لك دلوقتي وهتلاقيها موجوده برضو في الوصف بتاع الفيديو. اما لو انت مهتم تاخد الكورس في مكان فاحنا موجودين في دمياط، لو حابب تكون معانا بنتابع معاك في المكان وبنشتغل معاك بشكل مستمر، وبنتابع معاك برضو اونلاين لحد ما تخلص امتحان القدرات وتنجح بإذن الله. وبس وصلنا لنهاية الفيديو. لو مهتم تعرف اكتر عن كليات الفنون واقسامها ومجالات العمل فممكن تعمل سبسكرايب، تستنى ان شاء الله الفيديوهات، ولو عندك اي سؤال ممكن تكتبه في التعليقات وهنعمل فيديو نجمع فيه الاسئلة ونجاوب عليها بإذن الله. ولو انت وصلت لهنا في الفيديو متنساش تعمل لايك، وشكرا وسلام.